السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا منيحين مبسوطين. كل عام وانتم بخير، وعيد الجاي ان شاء الله نشوفكم مليونيريه بالحلال، طبعا بالحلال كله بالحلال. فيديو اليوم راح احكي لكم عن جولتي بالعيد، وراح تصير سنتر طبقات تجاري. راح احكي لكم حكي اول مره راح تسمعوه، حتى اللي هنيك بروحوا كل نهار عليه ما بيعرفوا الكلام هذا راح احكي اليوم. فخلينا نبلش بالفيديو مباشر. اوكي، هي دخولي سنتر طبقات تجاري، ما شاء الله كلته هيك خضار ومزهريات، وما شاء الله الجد الاجواء هيك شفتها انا ساكن محافظه الرقة، ما شفت الاجواء اللي شفتها بالطبقه. شوفوا المول ايش ما اكبره، اموال مثل تركيا. شوفوا الفخامه، لك الفن، لك يا ريتني انا بالطبقه كلها ما اروح ازور المول. انا ضليت تركيا تقريبا شيء 3-4 سنين بانقره بالعاصمه، وهيك مولات ما شفت ولا عدى علي. يعني بتفوت المول بتشوف مركز تخصصي تجميلي، ليزر، عمليات، دكاتره، اطباء، مهندسين، بياعين فلافل، بلور، كل شيء بتلاقيه بهذا المول حرفيا. ايش مضيع بتلاقي فيه. طبعا نحن جينا مشان كافيه، اكيد يعني 3-4 شباب رايحين هنيك مو مشان يعملوا عمليات تجميل بالليزر، رحنا مشان كافيتيريا زي ما قلت لكم عليها. خليني اورجيكم اللوك الجوي. هيك انت بتكون بالجو بتشوف الناس هيك تحتك نمل. تخيل انت هون عم تشوف النمل، ما تكون راكب في الطياره لا بتشوف حدا طاوله. طبعا جوله راح اعمل لكم جوله بالكافيه رحله عليها. هذا مطعم جنب الكافيه، وهي الكافيه. هذا اللوجو شغل الزناديق، يا عدوين الله يا مرتدين، هذا لوجو حرام. وهي داخل كافيه. هدول 3 شباب نحن على قلب النص. هدول بالاخير بالزي هدول قليلين حياه وقليلين تربيه وقليلين ناموس، ما بيستحوا. اطفال ما بيتجوز اعمارهم 7 و8 سنين، مسكين تعيلك هالسواكير وهالاراجيل. يعني لو صح لهم سلوفان وحشيش ما بقولوا لا، صدقوني والله خذوا الكلام مني، ما بقولوا لا، والله ما بقولوا لا. فانا طلعت من الفيديو قصادا مشان اذا شافون اهلهم يربوهم ويشكروني لاني على العمل الخير اللي عملته معهم. واذا اهلهم ما يربون هذا الفيديو ضل باليوتيوب، الناس بالتعليقات لحالها راح تربيهم وراح تحكي عن تربيتهم. عموما خلينا ننتقل للفيديو اللي بعده. بعد ما خلصنا من الكافيه رحنا على صالة العاب. يعني شباب، يعني ايش بدنا يعملوا مثلا بالعيد؟ نحن شباب ايش بخطر عليكم نعمل بالعيد؟ اكيد ما راح نروح على الليزر، اكيد ما راح نعمل ليزر. رحنا على لعبه طفوله كلنا كنا نلعبها، نحب الاطفال. ما بعرف اذا الدول الاوروبيه برا بتعرف هاي اللعبه ولا لا، بس راح ارجعكم ذكرياتكم منها. مين ما بيعرف اللعبه هي؟ طبعا شايفين هذاك عمار ما بيعرف يلعب طابه، بس عم كبس. هذاك محمود ضل عينه على الكبسات، ضل بيشبط فيه يمين يسار. محمود هذا ابو الازرق، هذاك المصارع. شوفوا اللعبه كثير كانت حلوه والله. هاي لعبه الطفوله مستحيل. يعني انا زرتها على اي بلاي ستيشن مروا عليه. زي ما لعبت هاي اللعبه بحس حالي مغدور، اقسم بالله بحس حالي مغدور. حركات البهلوانيه ما بترحم. هذاك ابو علي عم بقول له هات اللي بعده. حرق الكبسه هون طبعا عمار، ان شاء الله يشوفنا صلت بلياردو مشان ما يفوتنا ثاني مره. هون عم كملوا الفايت اللي دخلوه وربح عليه، مسح فيه الارض. جبين يعني مسح فيه الارض، يعني مشكله حتى انه خسران عم لسه عم بعبص في الكبسه. وهي انا ورفقاتي وماشيين، هدول رفقاتي 3 انا وراهم عم بصور. عم طلع علي هذا لا تدقوا على رجليه لانه مصمت حرفيا. اندرا ياخذ اصغر بنمره، فيعني ما بعرف ايش خطر له ياخذ اصغر بنمره، ما بعرف. انا قلت له يحط بودره بس ما حط. هاي مركز خدمه عملاء الارسل، ازبل نت محافظه الطبقه والرقه وبشرق الاوسط كامل. يعني انا بشتري، انا هلا بدي اسوي عنه فيديو مخصص قريبا، بس انا بشتري باقه منهم تكون فيها 9 نقاط. بقعد الصبح بلاقي فيها 6 لك، وانا مش عامل شيء. انا كل بعمله بحط على اليوتيوب، بتابع وادي زياب، يا اما بدخل التليجرام وبتابع ولاد بديعه. يعني انا غير هالشيء ما بعمل انا اصلا. حتى الجيمنج بطلته من سنه من اول ما دخلت اليوتيوب. الحلو بالمول انه كل مترين 3 بتلاقي كشك. هذا القهوه كابتشينو. هي جوله عن المحلات اللي هون. طبعا ما بطأت لكم المحلات مشان ما الناس تفكرني اخذ مصاري بعمل لهم دعايه، انا لسه ما اخذت ولا ليره. وانا حبيت احكي نقطه من عندي انوه عنها، انه هذا انا شوفوا تقريبا نص المول من عند الحد اللي انا بعمله. هو صحيح حد مضحك، بس يعني شويه فكاهه. من هذا الحد لهيك كلياته فاضي. يعني بتسال الناس هنيك ليش فاضي، بيقول لك والله اجار $200. يعني مثلا نحن نفترض انه مول عندكم كبير، لو الاجارات مثلا $100 او $150 وما ياخذ 6 شهور لقدام، ياخذ 4 شهور لقدام، ممكن في ناس هيك يصير عندها اقبال وتروح تفتح هيك شيء. لانه محافظه الطبقه هي اوريدي ما فيها شغل، هي منطقه سكنيه ومبينه على التضاريس والمعالم الموجوده هنيك. هي منطقه سكنيه. يعني انا مشيت هنيك، كنت عم بمشي هنيك الساعه 12 و1 الظهر، سكون سكون سكون، ما في صوت، لك هدوء. بتقول حدا ساحب عليهم سلاح بس مشان يسكتوا. نحن هون محافظه الرقة الساعه 9 الصبح الاصوات اللي بتسمعها بتشيب شعر الراس. يعني اذا واحد حب يضحي بيوم الجمعه انه يقعد الساعه 12 ما بيقدر. سمعتوا؟ هي انا باليوتيوب لسه. طبعا راح ناخذكم جوله بالمحلات المسكره، راح استعجلكم فيها شوي مشان ما تملوا في المونتاج. يعني مو بس المحلات فوق، حتى محلات فوق. شوفوا الصالونات، لك شيء بشر، شيء بشل وما في. طبعا هي بيوتي كافيه للنسوان، المرأة نصف المجتمع. نحن هون عنا كمان مقدرينها بالمول. هذا محلات الطرف الثاني كمان
كلها مسكره، والله خساره مول فخم هيك تكون مسكرين محلاته. هون اشترينا عنده باكيه كافيه المختار، حبيت اعمله اعلان ببلاش. بعد ما خلصنا جوله من سنتر الطبقه التجاري حبيت اصوركم براته. هذا دخول الخروج من الطرف الثاني، نحن دخلنا من الطرف الاول، هذا من الطرف الثاني، وهي بزوم اكبر واحسن مشان تشوفوا كامل. طبعا هذا الرزق طلع من جوا ما نعلقوا فيه، نحن لنا ساعه نستنى ما حدا يطلع بس طلعوا، فما بنقدر نسوي شيء. هذا الفندق مقابل المول، نفسه في مشفى ونفسه فندق، صراحه منظره جد واو. بعد ما خلصنا من كل هالحكي هذا الفاضي رحنا على صاله بلياردو. طبعا انا هنيك معلم وخيله وكذا، من مسكه العصايه لازم تعرفوا. ضربت الطابع ما راحت ولا على مكان. رحنا بعدين على فرن ابو علي اللي هو صاحبنا وخاله لابن عمي، هنيك فطرنا من عنده. وبعدين طبعا الزلمه معلم وخيله وكذا وما شاء الله عليه دير محل لحاله. راح اترككم مع فيديو 15 ثانيه تشوفوا ابداعه لابو علي. والفرحة ترد الصدى، يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك عساكم من عوادة، يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك والفرحة ترد الصدى، يا لا لا لو يا لا لا. ومكانه ما بضيع بالسوق، او ما بتنزل بالكراجات بالسوق، بلب السوق هيك اول ما تدخل بالسوق بتشوفه. هون حب يعملنا شوية حركات فكاهية يعني. ولا تنتهي رحلتنا لهذا اليوم. بتمنى لكم فيديو اليوم عجبكم، نال اعجابكم، وكان معكم احمد نصيب. بشوفكم فيديو جاي، سلام.